السلام عليكم. البيستو روسو او البيستو غوش، فباش غادي نوجدو غادي نحتاجو لي طوماط سيشي او الطماطم المجففه. تقدروا تستعملوا ديك اللي كتباع واجده او تصايبوه في الدار، فالوصفه غتلقاوها في الفيديو اللي قبل من هذا. البارميزون، شويه ديال الثومه، رشيشه ديال الملحه حيتاش الفرماج ديجا مالح. كندير زيت الزيتون دابا، ولا فاش كيبدا كيتسطحن الا حسيت به ما كيتسطحنش مزيان فكنزيد نضيف زيت الزيتون. كنت نسيت لي بينيون دو بان او حبوب الصنوبر محمرين في مقيله، فكنضيفهم وكنطحن كلشي. الا حسيت به ما كيتسطحنش مزيان فكيف قلت لكم كنزيد زيت الزيتون. غنخليه يتطحن مزيان حتى نحصل على كريم بحال هكا. فانا كيجيني لا البيستو روسو او البيستو فيردي، فكيتواسى بزاف مع القرعه. هاد لاغوسيت هادي دهنت العجين المورق بالبيستو روسو، استفت فوق منها القرعه، شويه ديال البصله الحمراء، مطيشه ورشه ديال الفلفله الحمراء، رشه ديال الملحه، خويت ديال زيت الزيتون وشويه ديال البارميزون، وكنطوي داك الجناب وغادي ندخلها الفران مسخن على 180 درجه. وكان هذا هو الشكل ديالها. تقدروا تستعملوا حتى كصوص الباستا. هنا انا سلقت لي فارفالي، سلقت البيستو روسو، غادي نحرك كلشي مزيان، غادي نغرف التبصيل، غادي نزيد شويه ديال لابوغاطا حيت كتواتى بزاف مع البيستو روسو، شويه ديال لي طوماط سيشي، رشه ديال حبوب الصنوبر وشويه ديال الريحان للتزيين. وكيكون هذا هو الشكل ديال التبصيل ديالنا. نلقاكم على خير وفيديو جديد والوصفه جديده ان شاء الله. نلقاكم على خير.